أحيانا أخواني أكو كلمة أقوى من الضربة، وأكو كلمة تجرح القلب أقوى من الضربة. أذكر لكم موقف صار معي من أحد المواقف، وأنا رايح إلى أبو الأمواد الغذائية، أبو الحصة التموينية، لأستلم الأمواد الغذائية. فرحت إليه، هذا الموقف صار وياي. فاستلمت الحصة التموينية، فردد أحاسبه على قد النفرات. تعرفون إنه بالكمية ياخذ على قد النفرات فلوس. فصار الحساب 4.5، سلمته 4.5. فرد علي بكلام غير أدبي، قال لي شو السالفة؟ سويها 5، أنت كذا، أنت كاظها، أو من غير هذه الأمور، الكلمات البذيئة، كلمات تجرح القلب. فرديت عليه بجواب، قلت له أنت إذا مسوي روحك كريم وش السالفة وكاظها، ليش ما تصير أنت كريم وتعطيني النص وتاخذ ال4؟ فهنا ما رد عليه بجواب، سكت. فالعدالة حلوة. فأنا مو قصة الربع دينار أو النص أو الألف. بهذا وقتنا هاي الأشياء الأموالية صارت بسيطة عند بعض الناس، لا شيء. بس أحيانا الكلمة تقثك، أحيانا أكو كلام يثير مشاعرك. بعض الناس إخواني يردون مصالحهم، يردون قضاء حاجاتهم، فإذا ما تلبي حاجاتهم يغثونك ويتكلمون عليك بكلام غير أخلاقي وغير أدبي. فالبعض يقول لك أنت كذا، والبعض أنت يقول لك كذا على مود مصلحتي. أكو بعض النماذج إذا خلصت المصلحة مالتي هملك عافك، وإذا ما تسوي لمصلحته يغثك ويلفظ عليك كلمات غير أخلاقية ويسويك أخبث من الشيطان. فإحنا ليش أحيانا إخواني نسمع هذه الأمور، المشاكل، الطلايب القبائلية، نسمع مرات أكو ناس ماتت، أكو ناس انقتلت على مود شيء بسيط تافه حشى السامع. ومرات نسمع ناس تعاركت وصار بيها قتل على مود الأطفال، على مود سيارة، على مود ماي، على مود بيت، على مود حلال، وعلى مود جل السامع، نفايات بالباب وغير الأمور. فنسمع ناس انقتلت، ناس صارت وياها مشاكل. فأخواني أحيانا أكو كلمة، إحنا ليش ما نقول أكو كلمة قثت هذا الرجل وتفعل؟ أكو أحيانا كلام أقوى من الضربة، أكو كلام يجرح القلب. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذر خير يره، ومن عمل مثقال ذر شر يره. صدق الله العلي العظيم. يمكن أكو بعض الجهلة يقولون الله يحاسبنا على الذرة. نعم، الله صحيح رحمن رحيم، الله أرحم الراحمين. الله رحمته وسعت السماوات والأرض، رحمته سبقت غضبه. الله كلامه بدأ أول بداية بالرحمة، والدليل إذا تقرأ كتاب الله هو كلامه القرآن الكريم. من تفتح سورة، أول سورة بالقرآن الكريم، يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما قال الله شديد العقاب، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الله أرحم الراحمين، لكن مثل الوقت الله عادل حاكم بين الحق والباطل شعرة واحدة. أخواني، نصيحة لكم: عند تعرضكم إلى المشاكل في الحياة فلا تجعلوا الشيطان وسواس لكم، ولا تجعلوا النفس الأمارة بالسوء دافع لكم. فعامل الإساءة بالإحسان. فاستعينوا بالله دائما وأبدا، واستعينوا بالصبر، وأذكروا الله، وبذكر الله تطمئن القلوب.
الله يكافيكم شر الأشرار وكيد الفجار بحق محمد وآل محمد.